الأكلات الشتوية وجمالها. هنعمل النهاردة طبق قلقاس هتاكلوا صوابعكم وراه، هتحلفوا كده إن انتوا أول مرة تعملوا قلقاس. نزلكوا طريقة تخزينه 10/10. تخزنيه وتطلعيه كده هيبقى معاكي زي الزبدة. أنا طلعته كده من الفريزر وغليت الشوربة على النار، والشوربة كده بتغلي بطلعه من الفريزر على طول، وببدأ إن أنا أغسله كده غسلة بسيطة تحت الحنفية وهو مجمد، وبعد كده ببدأ إن أنا أضيفه في الشوربة. طبعا لو انتوا جايبينه صابح هيبقى هو نفس الموضوع. هنغسله كويس جدا والشوربة على النار بتغلي، وهبدأ إن أنا أضيف القلقاس بتاعي. زبدة، يعني حقيقي مش قادرة أوصف لكم جماله ولا حلاوته. طريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا جدا. كمان إن السلق أنا مفرزاه من الفريزر، والفيديو زي ما قلت لكم كده أنا نزلته على القناة. طريقة سهلة وبسيطة جدا. طلعوه بقلبه تقليبة واحدة كده في الطاسة، وبعد كده بطشه بقى على القلقاس بعد ما استوى. ما ينفعش أضيف السلق غير بعد ما القلقاس يستوي، لأن لو ضفته وهو لسه ما استواش خلاص ما بيكملش سواه. فلازم استنى لما القلقاس بتاعي يستوي تماما زي ما وريتكم كده، وبعد كده ببدأ ان انا اضيف السلق بتاعي بعد ما اشوحه كده على النار. اضيفه كده يغلي غلوة واحدة وبس. ما ينفعش بعد ما اضيف السلق بتاعي يغلي كتير، لان هتلاقي اللون بهت كده ومبقاش مظبوط معاكي. لو عاوزة اللون العظمة ده يا دوبك يغلي غلوة واحدة وبس. وبعد كده بقى تعملي جنبيه شوية رز كده وتعيشي بقى وتخلي ولادي يعيشوا. هتاكلوا أحلى طبق قلقاس. تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، ترجعوا كده لطريقة تخزين القلقاس. طريقة سهلة وبسيطة. بأمانة أنا القلقاس ده كنت مخزناه عندي، كان قديم كمان مش جديد. طلعته وكمان كنت مفرزة السلق بتاعه برضو طلعته. طريقة سهلة وبسيطة، من أنجح الطرق اللي ممكن تفرزي بيها القلقاس. تعمليه تطلعيه في أي وقت هيطلع معاكي كده زبدة. طعمه لذيذ حلو جدا جدا. السلق كمان عاملاه بطريقة ممتازة مميزة جدا جدا، تقدري تعمليها. تعمليه بقى كده في الشتاء أحلى طبق قلقاس ممكن تاكله. ما تنسوش بقى لايك للفيديو عشان تشوفي إن شاء الله وكل الناس تشوفه، واشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش، واسيبكم